مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم من الفضاء الإريتريا. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لهذه الفترة ونستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر القمة الأفريقي الأوروبي. ورشة عمل للمرأة في مدينة عصب. سيمينار لتبادل التجارب بين مكتبي المراجعة العام الوطني والصيني. رفض عربي ودولي لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ماكرون في الجزائر من أجل بناء علاقة ليس رهينة للماضي. وبوتين يؤكد دحر إرهابي داعش عند ضفتي نهر الفرات. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. شاركت إريتريا في مؤتمر قمة دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عقد يومي 29 و30 من نوفمبر الماضي بمدينة أبدجان بساحل العاج، حيث رأس الوفد الذي ضم سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا وسفير إريتريا في الاتحاد الأفريقي السيد أرآيا دستا. واتفق الرؤساء في المؤتمر الذي عقد تحت شعار الاستثمار في الشباب والإسراع بالتنمية العامة والتطور المستدام على العمل بالتركيز على 4 أولويات استراتيجية. وتضمنت الأولويات الاستراتيجية الاستثمار في التعليم والعلوم والتقانة والمهن وتقوية السلام والأمن والإدارة والدفع بالاستثمار لتغيير هيكلي مستدام في أفريقيا والهجرة والحركة الحرة للعمال. وقد أعدت وثيقة خاصة بالمؤتمر. والتقى وفد إريتريا على هامش المؤتمر مع وفود رومانيا وبلغاريا وبحث تطوير العلاقات الثنائية. من جهة أخرى انعقد يومي 25 و26 من نوفمبر منتدى المنظمات الوطنية في سياتل وورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وقدمت مسؤولة الشؤون الشعبية في سفارة إريتريا في شمال أمريكا السيدة حدنت قلاتات توضيحا لخطط العمل الموضوعة للعام المقبل. وشهد المنتدى شرحا موسعا حول تقوية الجبهة الشعبية وأهمية ذلك. عقدت في مدينة عصب ورشة عمل في 5 ديسمبر حول تطور وتحديات المرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر في سنوات الاستغلال. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها إن تقوية القدرات وضمان تطور المرأة في المجالات كافة يرسي الأساس المتين لازدهار البلاد، موضحا برامج التنمية المنفذة في الإقليم والخدمات الاجتماعية التي أرسيت ومهدت الأرضية للمرأة. وأوضح أن التعليم أساس التطور، مشيرا بالرغم من الجهود الجارية لرفع مشاركة المرأة في التعليم إلا أن النتيجة لم تكن حسب التوقعات. وأكد على استعداد إدارة الإقليم للتعاون المطلوب. وقدمت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم شرحا حول تطور المرأة وتحدياتها الأساسية في الإقليم. وأشارت إلى أن تنظيمات المرأة تتوسع وتتقوى لتضافر جهود مؤسسات الحكومة والجبهة. وأوضحت بأن ختان الإناث وزواج القاصرات وتدني المشاركة في التعليم من التحديات التي تعيق تطور المرأة. وقدمت في الورشة أوراق عمل حول مشاركة المرأة في مجالات التعليم والصحة والزراعة وفرص العمل والأنشطة التجارية وبرامج القروض. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخ أتسفا ميكائيل في الكلمة الختامية إن الاتحاد يقوم بتنفيذ الأنشطة التي يمكن أو تمكن المرأة من الوعي والتنظيم للنضال من أجل حقوقها وكرامتها، مشيرة إلى أن الورشة قدمت آراء وأفكار تساعد وتطور المرأة. وشكرت الجهات المعاونة لتحقيق ذلك. نظم مكتب المراجعة العام الوطني ومكتب المراجعة العالي الصيني في 5 ديسمبر الجاري في العاصمة أسمرة سيمينارا لتبادل التجارب فيما بينهما. وقدم المراجع العام الإريتري السيد غرزغهير غبريماتين كلمة في السيمينار الذي شارك فيه خبراء المراجعة العامة في مختلف الوزارات والمؤسسات الخاصة، توضيحا حول أنشطة المكتب وتحدياته الرئيسية. وشكر الخبراء الصينيين للتعريف بتجاربهم. وشرح رئيس الوفد الصيني السيد ليو جيانوي سلطة ومهام وأسلوب عمل المكتب العالي للمراجعة العامة الصيني والتعليم المرتبط بالمراجعة العامة المقدم في الكليات.
كما شرح مسؤولو مكتب المراجع العام الإريتري أنشطة المكتب وتطورها وتحديات العمل، وأوضح الجهود الجارية لجهود تنفيذ المراجعة. وأوضح مدير الحسابات الحكومية السيد تولد السمري عملية الميزانية واستخدام الأموال الحكومية. والدكتور أسمروم أتوبرهان من كلية التجارة والاقتصاد حول جهود الكلية لتخريج محاسبين. وأكد المشاركون في السيمينار على أهميته لتقوية الكفاءة داعين لاستمراريته. دعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية مندفرة السيد سلمون رستوم لتعاون المؤسسات الحكومية وقطاعات المجتمع لإنجاح الفرص المتاحة لتعليم المواطنين الذين فاتهم التعليم في العمر المحدد عبر محو الأمية والتعليم المسائي. وأوضح في الاجتماع التقييمي بأن برنامج محو الأمية برنامج وطني هام وآني، ويتوجب على المجتمع عامة والمعلمين خاصة ترسيخ تأثيرهم ومساهمتهم. من جانبه أوضح مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ أفريم أسفها عن إكمالي 255 من 338 سجلوا في 14 نقطة تعليمية، داعيا إدارات الضواحي ولجان القرى للتوعية لإزالة المقاطعة والإهمال. وقال إن خلو 11 ضاحية من الأمية يعكس الجهد المبذول، موضحا بأن 495 طالبا من عمر 14 وحتى 20 عاما يدرسون في التعليم المسائي. وشدد مسؤول تعليم الكبار في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين على ضرورة قيام مدراء الضواحي وقادة المجموعات والجهات المختصة الأخرى للعمل المنسق والتعرف الدقيق لأوضاع الأمية. نظمت حملة تعبئة لمعلمي وطلاب مدرسة دوتا لتنمية التبرع الطوعي للدم في مديرية بارنتو. ودعا مسؤول وحدة الخدمات الطبية الممرض قرقيس بياني في التوضيح الذي قدمه للمعلمين والطلاب لتنمية محتوى بنك الدم المقام على مستوى الإقليم لتمكينه من تقديم خدمات دم عاجلة. وقال رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم السيد جبري مسقل مباي إن الجمعية تهدف لعدم وجود حياة تزهق نتيجة انعدام الدم، ويقومون لتحقيق ذلك من خلال حملات التوعية التي تحقق نتائج مرضية. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود يوم الأربعاء، واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تحدي لتحذيرات من شتى أنحاء العالم من أن هذه الخطوة ستزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط. وفي خطاب في البيت الأبيض قال ترامب إن إدارته ستبدأ عملية لنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس، والمتوقع أن يستغرق أعواما، وهو تحرك تحاشاه أسلافه من أجل عدم إلهاب التوتر في المنطقة. وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل موجة من ردود الفعل العربية والدولية القاضبة والرافضة لهذا القرار. وأسارع زعماء في العالم الإسلامي وآخرون في المجتمع الدولي إلى انتقاد الخطوة والتحذير من أنها قد تودي إلى أعمال عنف تراق فيها الدماء. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث قرار ترامب حسب ما أعلن مندوب اليابان في الأمم المتحدة التي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمثل إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة دورها الذي كانت تلعبه خلال العقود السابقة في رعاية عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتجمع مئات من المتظاهرين خارج القنصلية الأمريكية في مدينتي أنقرة واسطنبول التركيتين احتجاجا على بيان ترامب. أجرى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون زيارة رسمية للجزائر لأول مرة منذ توليه الرئاسة، وكان في استقبال الرئيس الفرنسي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ودأب رؤساء فرنسا على زيارة الجزائر في العام الأول من فتراتهم الرئاسية لبحث العلاقات بين البلدين التي كثيرا ما تطغي عليها الخلافات التاريخية.
وقال ماكرون إنه في الجزائر يرغب في بناء وتعزيز الروابط بين البلدين خلال السنوات المقبلة من أجل إثمار هذه العلاقات. واعتقل الملف الأمني في المحادثات بين الطرفين، إذ تراهن فرنسا على دور أكبر للجزائر في احتواء الاضطرابات في مالي وليبيا والتعامل والتصدي لمخاطر توسع انتشار الجماعات المسلحة في منطقة الساحل. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحق مسلحي تنظيم داعش الإرهابي عند ضفتي نهر الفرات، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. ونقلت قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شوغو سلم له تقريرا يؤكد دحر تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة. يذكر أن الجيش السوري وحلفائه بدعم من سلاح الجو الروسي أحرزوا في النصف الثاني من العام الجاري انتصارا واسع النطاق وسط وشرق البلاد على مواقع داعش، واستطاعوا طرد الإرهابيين من جميع معاقلهم الرئيسية في المنطقة. لا تزال تعاني ولاية كاليفورنيا الأمريكية من حرائق الغابات، حيث دمر حريق غابات سريع الانتشار وتؤججه رياح قوية مئات المنازل داخل وحول مدينة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأجبر آلاف السكان على النزوح، فيما تحاول قوات الإطفاء السيطرة على هذه الحرائق واستعانة بالطائرات. واندلع الحريق الذي أطلق عليه اسم توماس فاير عند سفوح تلال قرب فينتورا، ودفعته الرياح سريعا قربا إلى المدينة التي تبعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس. وقال مسؤولو إطفاء إن الحريق دمر أكثر من 50 ألف فدان، فيما أعلن جيري بوروان حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ لإتاحة الأموال والموارد اللازمة لمساعدة أكثر من 1000 رجل إطفاء يكافحون لإنقاذ المنازل من اللهب. ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى جراء الحريق، لكن محطة تلفزيونية قالت إن شخصا لقي حتفه في حادث تصادم سيارة أثناء الفرار من المنطقة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.